النهارده مشرفنا الشيف محمد الضوي. اهلا بيك معانا يا شيف محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. أهلا هتعمل بحضرتك. لنا ايه النهارده؟ النهارده ان شاء الله معانا كبسه السمان، معانا فتة البدنجان. جميل. يعني احنا حاولنا نغير شويه، يعني نجيب يعني نعمل اصناف يعني مش طب يلا نادرة نبدا بقى في المستعمل. السريع. هنبدا طبعا بكبسه السمان. اوكي. نعرف ازاي واحنا بنشتري السمانه الحلوه من يكون لونها ابيض مدي على حمار، ما يكونش غامق يعني. نشتغل واحنا بنتكلم يا شيف محمد. وطبعا احنا لما بنيجي يعني في 3 حواس نعرف بيهم الحاجه فريش ولا لا، سواء سمك او لحم او سمان او دجاج او اي نوع يعني من انواع اللحوم. الحاسه الاولى اللمس. انا لما اجي اضغط على السمان لازم يكون يعني مش مهري، صعب كده يرجع تاني يعني يكون يعني مش لين قوي، يكون يابس شويه. اللون يعني حاسه النظر اللي هي اللون، لازم اللون يكون طبيعي ويكون ابيض، وما يكونش مدي على خضار او مدي على لون بني غامق او مدي على الالوان دي. تمام. الحاسه الثالثه الشم. الحاجه طبعا ريحتها تكون فريش، ما يكونش فيها اي روايح. دلوقتي هنعمل مع بعض كبسه الفته. حطيت انا معلقه سمن. كبسه السمان. حطيت انا معلقه سمن وضفت البصل. انت دي الميه دي بتاعت ايه؟ هنضيفها على بعد ما ننزل الرز. اوكي. طبعا كبسه السمان من الاكلات الخفيفه قوي على المعده، واللي هي ما فيهاش نسبه كوليسترول عاليه. طبعا واحنا بنطبخ لازم نراعي النواحي الصحيه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت نراعي القيمه الغذائيه. صحيح. فاحنا هنسيب بس البصل على ما يغير لون، ياخد اللون الذهبي، علشان طبعا معانا النهارده. طب هات انا اقلب لك بقى البصل وانت اعمل حاجه ثانيه عشان نكسب وقت بس في فتة البدنجان. اوكي. طبعا عباره عن بدنجان، عباره عن خبز محمص، عباره عن لحم مفروم، عباره عن مكسرات، عباره عن صوص اللي هو عصير الطماطم مع الثوم مع البهارات طبعا. بنبدا نعمل مع بعض. انت قالي البدنجان قليه؟ البدنجان طبعا مقلي، قطع مكعبات صغيره ومقلي. فطبعا من الاكلات المفيده جدا جدا فتة البدنجان، وحاجه كله حديد وحاجه فريده يعني ما بتتعملش كتير. بنضيف الصوص اللي احنا عاملينه، صوص الطماطم، مع الثوم مع البهارات. بنضيف بعد كده العيش المحمص او الخبز المحمص. طبعا اكله خفيفه ولذيذه وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا. احنا الفته معروف ان فيه رز، لكن دي مش هيتحط عليها رز. دي مش هيتحط عليها رز. وده الجديد في الوصفه بتاعتنا، بس يعني اللي يحب يحط رز يحط رز، طبعا ما يضرش في حاجه. وبيضيف كمان قيمه غذائيه، بيضيف الماده النشويه للبروتينات وللمعادن وللاملاح والنشويات اللي في طبعا هي فيها الخبز المحمص ده ضاف لنا الماده النشويه اللي هي ممكن تكون في الرز. امال ده ايه اللي انت بتحطه؟ لحمه مفرومه. لحمه مفرومه. بضيف الطحينه. جميل. الطحينه بتعملها عادي اللي هي بالليمون مش كده؟ تضربها بالليمون بالكمون بشويه ميه سخنين، وبضربها وممكن اديها يعني سنه ملح ليمون صغير. ودي سلطه زبادي. ودي سلطه الزبادي. نضيف لها سلطه الزبادي. طبعا شوف البصله كده قلنا فته يبقى لازم عصير ليمون. تمام. البصله كده متهيألي لسه شويه، محتاجه لسه تحمر. تمام.
وبكده يبقى قدمنا طبق سهل ولذيذ، ووقت تحضيره يعني ما يعني لا يتعدى مثلا 15 20 دقيقة. صحيح. وممكن اللي مش عايز يعمل البتنجان مقلي يشويه. طبعا طبعا. أوكي. يعني احنا لازم يعني اما نيجي نعمل اي صنف او اي طبق لازم نراعي الناحية الصحية في شغلنا. صحيح. يعني ممكن يكون مثلا مش عايزين كوليسترول خالص، فمش عايز كوليسترول ما تقليش، اشوي. بالظبط. وده هنشرحه مع بعض في متبل الكوسه. طيب يلا. اوكي. كده معانا طبق جاهز، ونبدا في الطبق الثاني. البصل معانا لونه داخل غير على اللون الذهبي. وبننزل السمان، هتديله تشويحه بسيطه، وبنضيف له البهارات بتاعتنا علشان التست وعلشان الطعم. قرفه وليمون وهيل وملح. ايه الهيل ده؟ اللي هو الحبهان. الحبهان. اوكي. ملح، فلفل، بهارات. الليمون الناشف ده بيدي طعم حلو قوي للكبسه عموما. الليمون الناشف يعني قلنا كبسه لازم التست بتاع البهارات. يعني في حاجه كمان اجمل، يعني انا لما احط زيت الزيتون او طبعا انا شغال هنا بسمن، فمش عايز كوليسترول، بحط معلقه زيت زيتون. تمام. زيت زيتون صحي جدا 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 ومفيد، وبيبعدنا خالص عن موضوع الكوليسترول ده. تمام. بحط البهارات في زيت الزيتون، القرفه، خشب اللومي اللي هو الليمون، الحبهان. تمام. وبسيبها تاخد التكه بتاعتها. طب. يعني زي طشه الملوخيه انا كده. عايزاك تشتغل وتتكلم الاثنين مع بعض، هتعرف؟ تحت امر تحت امر تحت امر. كده السمان معانا اخد. المخرجه الحقيقه معجبه قوي بالاكل وبتقول لك تسلم ايدك، هي وكل الكاست بره. الله يحفظك يا فندم، الله يحفظك، الله يخليك. بنبدا بعد كده نضيف. طبعا احنا معانا الرز ده غاسلينه ومصفيينه من وسايبينه يعني ناشف معانا علشان وقت البرنامج. بضيف الميه. هو السمان هياخد نفس وقت الرز ولا انت هتسيب السمان يستوي شويه؟ احنا سيبناه استوى شويه، اخد صدمه. وهيستوي مع الرز، لان طبعا السمان ضعيف، يعني السمان ما بياخدش وقت زياده. وبنضيف الرز. تمام. ده بسمتي الرز ده مش كده؟ ده بسمتي. وممكن علشان اللون اللي احنا عايزينه يطلع معانا بضيف كاري او بضيف شويه زعفران. تمام. هنغطيه بقى ونسيبه يستوي. وعايزينك تقول لنا بقى على المقادير بتاعه الكيكه. وفي طريقه تانية، انا ممكن يعني اعمل السمان واشيله اخليه في الفرن واخليه على الوش في طاجن. اخليه على الوش، يعني اخلي الرز يستوي لوحده او جزء وجزء، يعني نص في الرز ونص على الوش. تمام. علشان شكل الطبق يبقى جميل، لان طبعا العين بتاكل قبل الفم. اكيد. هنشرح مع بعض متبل الكوسه. ده صنف جديد وظريف، فيه قيمه غذائيه عاليه جدا، وفي نفس الوقت يعني التست بتاعه عالي قوي. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كوسه. بنجيب حبتين كوسه وبنبشرهم وبنعملهم بلانشيه. بلانشيه يعني بنعملهم مثلا في معلقه زيت زيتون. وزي ما قلنا قبل كده، اللي مش عايز يعملهم في زيت يحطهم في الفرن شويه. وبنضيف ليه طحينه، نضيف ليه عصير ليمون، نضيف عليه معلقه خل صغيره. هتقلب الكوسه الاول في زيت الزيتون بحيث انها يعني تدخل على السوى. ما تكونش هي اوريدي ما بتاخدش سوا كتير، يعني عشان كده بقول لحضرتك بلانشي، يعني تقليبه واحده. تقليبه. اوكي. ويبقى معانا كده. حطيت عليها ايه بقى؟ قول تاني. كوسه، طحينه، زبادي. نفس طريقه المتبل بتاع بابا غنوج الباذنجان بالظبط. تمام. بس طبعا قيمه غذائيه عاليه، وفي نفس الوقت يعني صنف جديد. تمام. بنعمل
على ما الكبسه معانا تقوم، كبسه السمان، بنعمل مع بعض الريد فولفيت، الكيكه بصوص الفراوله. تمام. بنجيب مثلا كوب دقيق، بنجيب كوب سكر، بنجيب كوب لبن، وبنضرب ده كله مع بعضه في الخلاط. كوبايه سكر، كوبايه دقيق، كوبايه لبن. تمام. بيض؟ مفيش بيض؟ علبتين جيلي. لا لسه البيض المرحله الثانيه. هي اوريدي الاستاذه المخرجه حطت المقادير. اتفضل. المقادير فيه بيض، ما انا في لسه بيض. بكمل مع حضرتك. اتفضل اتفضل. بنخلي الدقيق مع السكر مع اللبن مع الجيلي، نضربهم مع بعض في الخلاط. الدقيق بره لسه ما حطيناش الدقيق. تمام. اللبن، السكر، الجيلي مع بعض، والزيت، كوب زيت، كل الحاجات الليكويد مع بعض. بناخد نص الكميه دي ونشيلها. وبعدين بنضيف الدقيق وبنضيف البيض ونضرب كله في الخلاط. حطينا بيكنج باودر في الدقيق. حطينا بيكنج باودر ورشه ملح بسيطه. ملح. لازم ملح مع السكر علشان بيعادل شويه. بس الحاجات دي الملح مع السكر في الحاجات اللي هي الفطاير زي البيتزا زي المعجنات، يعني بنحط حاجه بسيطه، يعني ذره بسيطه، يعني ذره ملح بسيطه علشان بتعادل بس يعني الطعم. تمام. وبنطلع مع بعض الريد فولفيت او الكيك بصوص الفراوله. يعني اللي بيديها اللون الاحمر ده هو الجيلي. ده الجيلي. وممكن نستبدل الجيلي بفراوله فريش ونعصرها في الخلاط وندخلها مكان الجيلي. تبقى قيمتها الغذائيه اعلى كمان. القيمه الغذائيه اعلى. تمام. جميل. تسلم ايدك. حلو قوي. بتقعد قد ايه في الفرن بقى؟ 30 دقيقه على 180 درجه. نص ساعه. تمام. طب ما هو الجيلي فيه انواع، في جيلي فراوله وفي جيلي مانجا وفي ممكن يعني الواحد بقى ست البيت تغير. طبعا يعني حسب اللون وحسب التست اللي حضرتك بتحبيه. يعني بتحب المشمش ضيفي مشمش، فراوله ضيف فراوله. ولا هو القوام بتاع الجيلي بيديك نتيجه افضل من ان احنا نجيب الفراوله الفريش ونعملها؟ الجيلي ممكن انا استبدل القوام بجيلاتين، يعني ممكن انا اضيف معلقه جيلاتين ولا حاجه فبتخلي القوام معايا متماسك شويه. يعني لازم نبقى يعني في التكه بتاعت ازاي ان انا تعرف تتصرف، ازاي ان انا اعرف اتصرف، يعني ازاي ست البيت يعني لو انا مثلا انا بعمل شوربه معينه او بعمل صوص معين، صوص خفيف معايا وانا عايزه سميك او عايزه يديني قوام يعني اغلظ من كده، ممكن بضيف له معلقه نشا، معلقه دقيق مع البهارات او مع التوابل، فبيربط معايا لحد ما انا يديني السمك اللي انا عايزه. جميل. الاخبار هنا ايه؟ اتشرب اهو لحد ما شاء الله. الله على الروايح الطيبه. تسلم ايدك. الله على الروايح الطيبه. تسلم ايدك. هو جميل ان السمان هياخد نفس السوا بتاع الرز، مفيش حاجه اسمها سمانه كبيره بقى وسمانه صغيره. الكبيره تاخد وقت في السوا زي بقيه الطيور ولا لا؟ لو في كبير وفي صغير، انا يعني زي ما حضرتك شفتي انا نزلت مثلا 3 حبات. لو في 3 حبات كبار بنزل الكبار الاول، مثلا لمده مثلا 5 دقائق ولا حاجه، ياخدوا غلوه مع الشرب، وبعدين اضيف الباقي قبل الشرب. قبل الشرب. جميل. وبعدين عايز اتكلم في موضوع مهم جدا. اتفضل. يعني اهم من الصنف اللي بنعمله ان احنا نراعي القيمه الغذائيه فيه. طبعا. يعني انا اللحم فيه ايه؟ اللحم فيه بروتين. اللبن فيه ايه؟ اللبن فيه كالسيوم. فانا بشوف انا محتاج ايه في البيت عندي. صح. يعني انا محتاج ايه في البيت عندي انميه او ادعمه. عندي مثلا طفل عنده نسبه الكالسيوم قليله شويه، ابدا اعمل له الاكلات اللي فيها اللبن. يعني انا بديله اللي جسمه محتاجه او علاج بس في شكل شهي، وجبه، او في شكل وجبه. والحاجه الثانيه كمان يعني انا عايز كل ست بيت تهتم بمطبخها وتحبه. يعني احنا نفسنا الشيف اللي بيحب المهنه وبيعتبرها بالنسبه له هوايه وحرفه ولوحه بتترسم، طبعا ده غير الشيف اللي هو بيقضي الشيفت بتاعه او بيشتغل عدد معين من الساعات. ده صحيح. بيبدع وبيبتكر وبينجح، وده بيفضل ماشي
على خط مستقيم. صحيح صحيح. فاحنا عايزين ونراعي كمان مع القيمه الغذائيه، نراعي الامن، نراعي السلامه، ما اسيبش حاجه في الارض في مطبخي. جميل. ارتب مطبخي، اخلي كل حاجه لوحدها. يعني مثلا اخلي مكان للتوابل، اخلي مكان للحاجات اللي هي السكريات، اخلي مكان للحاجات اللي هي الكيماويات اللي ممكن يكون مثلا زي اللي انا الصابون اللي انا بستعمله، المنظفات دي المنظفات. اه وانا بشتري كمان الخضار والفاكهه بتاعي لازم اراعي الهيجين او سلامه الغذاء. يعني ايه؟ يعني ما اجيبش حاجه وانا بجيب فاكهه او بجيب خضار ما اجيبوش يكون لين، او ما اجيبوش يكون مثلا في حته غامقه او في بقع سمراء او الكلام ده. دي كمرحله اولى. بعد ما بجيبه يبقى عندي طريقه التخزين. لازم طريقه التخزين تكون بشكل صحي. يعني في اللحوم ما ينفعش احط اللحوم مثلا في نسبه تبريد اقل من الفريزر، يعني صحيح. هتخرب. صحيح. الفاكهه لو انا جبت الفاكهه وحطيتها في الفريزر هتخرب. فلازم التبريد مستويات، وادي لكل حاجه مستواها. جميل. تسلم في التبريد. صحيح. نستعرض بقى اكلك الجميل الحلو ده، نشوفه كله مع بعضه. اتفضلي يا فندم. الطبق السمان من الاطباق الشهيه والمفيده جدا، والحاجات من الحاجات اللي احنا بننساها كمان. يعني ممكن تغيير عن اللحمه وعن الفراخ. مظبوط يا شيف محمد؟ طبعا طبعا. طبق خفيف جدا جدا وصحي جدا، ويعني ما فيش حد ما بيحبش السمان يعني. وفي نفس الوقت تغيير يعني. جميل. شيف محمد الضوي، ميرسي لوجودك معانا وتسلم ايدك. اهلا وسهلا. ميرسي لوجودك. بنتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهارده، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده وزينه.